ايه قاعده كده مبوزه كده ليه؟ عشان عماله بقالي يومين بقول لك هات المصروف هات المصروف هات المصروف وما بتجيبش مصاريف، وانا فلوسي خلصت. امبارح البنت طلبت اكل جاهز، ما كانش معايا فلوس، دخلت عملت لها اكل في البيت. على فكره انا قلت لك في التليفون لما اجي ومش عارف يعني انت مش هكررها لك 100 مره، قلت لك لما اجي هديهولك. اما اجي ايه؟ انت كل يوم تقول لما اجي وبتنسى يا عماد. خدي ما خدي اتفضلي. ايه؟ ايه ده؟ ده ايه؟ مصروف. مصروف؟ اه. حبيبي انا عايزاهم بالدولار. نعم. البلد كلها دلوقتي ماشيه بالدولار، انت بنرجع ورا ولا بنتقدم لقدام؟ هو ايه اللي بالدولار؟ انت عبيطه ولا ايه؟ انا عبيطه؟ هو ايه اللي انت بالدولار؟ بتغلط فيا. هو ايه اللي بالدولار؟ بالدولار؟ ايوه، تعملي بيه الدولار. اعمل ايه بالدولار؟ اه. انت يا ابني بت... البلد كلها ماشيه بالدولار، انت اشتري بت... حاجات المصروف انت البيت. بتشتري حاجات البيت بالدولار؟ لا امال ايه؟ امال بس بالدولار؟ بص اقول لك على حاجه. اه. دلوقتي البلد كلها بتقول لك الدولار الدولار الدولار، وكل الناس واقفه دلوقتي على الدولار، صح ولا مش صح؟ ده غلط طبعا. بقول لك ايه، انا امبارح نزلت السوبر ماركت اشتري حاجات، ما رضوش يدوني ازازه زيت، وواحده قدامي ماليه العربيه بتاعتها ازايز زيت. انا فهمت بالمفهوميه كده، بدماغي، انت عارف ان انا ذكيه. اه. فهمت بالمفهوميه كده ان هي اكيد معاها دولار. انت اشمعنى هبله. هي متمليه لها العربيه زيت وانا ما رضوش يدوني الا ازازه زيت؟ انت هبله. يا ابني انت عمال تشتمني من بدري ليه يا ابني؟ وانا بتتحبس بقول لك فيها. كلام. هو في حاجه اسمها احنا عايشين في بلدنا احنا العمله الرسميه بتاعتنا الجنيه، في حاجه اسمها دولار. الكلام الايام اللي فاتت في كل حته ايوه، على ايه؟ الناس بتقول لك ان الدولار زاد فالاسعار زادت. دي ملهاش دعوه ان هو ياخد في حاجه اسمها ياخد، ده انا احبسه لو عمل كده، ده يعني ايه يتحبس. ده احبسه؟ يتحبس. احنا مالنا وما اللي يتحبس وما يتحبس؟ انا عايزه كده يبقى معايا دولار، الناس تعرف ان انا معايا دولار فتديني اللي انا عايزاه. انا لو سمحت عايزه فلوسي بالدولار، انا مش عارف مصروف اقول. البيت بالدولار. انا مش عارف اقول لك ايه ما بصراحه. تقولش حاجه، انا عايزه فلوس بالدولار، غيرهم لي وهات لي دولار. غير البنك اذا كان البنك ما فيهوش دولار، راح انا هجيب لك دولار منين؟ يعني ايه يا عماد؟ مفيش حاجه، مفيش الكلام ده، راح اجيب لك دولار منين؟ مفيش الكلام اللي بتقوليه ده. اخد مصر تاني؟ امال احنا عايشين في مين؟ عايشين لا فين؟ ما ينفعش، انا ما ينفعنيش الكلام ده. انا ما ينفعنيش الكلام ده. ده انا عماله حتى بص اللي جايبه جوه بتاع 20 ظرف وقلت احطه فيهم دولارات. 20 ظرف؟ انت عارفه. انا عايزه بص خد دول وهات لي، انا هعدهم كام ورقه عشان تجيب لي زيهم دولار. واحد استنى. اه كم ورقه ودول كم ورقه؟ اه. ازاي انت عبيط على فكره، انت النهارده مش طبيعيه. انت عمال تشتم فيا النهارده. ده انت بص. كل دول مثلا تاخدي لك بهم 10 ورقات. مين؟ امال ايه ما كده؟ 10 ورقات دولار؟ ليه ان شاء الله؟ يعني يعني لا، مش 10 ورقات يعني. اقول لك على حاجه. 20 ورقه مثلا. اقول لك على حاجه. اه. هاتهم مش مشكله، هات ال 20 ورقه وهم هيطرح فيهم البركه عن دول ما فيهمش بركه. اول ما باخدهم كده بنزل نزول ارجع ما فيهمش بركه، وبقعد بقيه الشهر احتاس. لكن الدولار اكيد هيبقى فيه بركه. لا والله العظيم يبقى فيهم بركه، بس انت استهدي بالله. هيبقى فيه بركه، الناس كلها دلوقتي بتتكلم عن لا. الدولار الدولار الدولار. لا. انا بقى لما يبقى معايا دولار فاشخر كده، ما انت وانزل بقى السوبر ماركت براحتي، اروح عند بتاع الفراخ اطلع له ما الدولار. تعملي زي الناس، ما هو الناس بتتكلم في حاجات هايفه وحاجات، ما هو بص ده اللي شوف انت بتقولي الناس بقول بتقول. لك ايه، بالله عليك ما تكلمني بالطريقه دي، وانا واحده كده ايه بحب كده اتكلم عاميه، بلا الناس بلا مناس. طيب ما لو كل واحد عمل زيك، ما الدولار ده هيوصل بقى رقم كبير. انما انت تعملي ايه اكتر من كده رقم كبير. لا ممكن يوصل اكتر من كده. ده بقى ب 20 جنيه دلوقتي. بكام؟ ب 20. لا صح. طيب خلاص ماشي، مالكيش دعوه بكام، ب 20 ولا ب 30 ولا ب 50، انت مالكيش دعوه. انت مالك مال الدولار؟ انت هو عايشه في الدولار مش مصر. ب 20 جنيه؟ تقريبا يعني كده أو اقل شويه. تقريبا مالكيش دعوه انت بالحاجات دي. إيه يعني ايه ماليش دعوه؟ لكل الناس. يعني ايه ماليش لكل دعوه؟ الناس لكل الناس اتقت ربنا. وكل واحد باع الحاجه بما يرضي الله، ومفيش حاجه اسمها اصل الدولار عالي والدولار نزل. شوف انت بترددي كلام الناس ما كلها ينفعش بتقوله. الكلام ده، ما ينفعش. طيب انا مش هاخد بعد كده بالمصري. عايزه تاخدي مصروف بالدولار؟ اه. مش هو ب 20 جنيه؟ طب خلاص مفيش مشكله، لو هتاخدي بالدولار مفيش مشكله. ضرب الدولار في 20 جنيه. بتضحك على ايه؟ وانا طب انت هديك. بتضحك على ايه؟ مش عارف يعني، اصل هو الدولار يعني سعره غير كده خالص يعني، بس عامه اقل؟ احنا مالنا. ب 15؟ لا ممكن يكون اقل من كده شويه كمان. يا راجل. عرفتي بقى بديك بالمصري ازاي؟ لا طب ده كويس. ده انت خلي بالك، ده انا لو اديتك بالدولار احسن لي. اه ما كده لا بالمصري. لا لا خلاص انا عايزه ادوق. بس بالظبط. برافو عليك. اقتنعتي خلاص؟ اه.
احنا الجنيه بتاعنا ربنا يديمه علينا نعمه وزي الفل. الحمد لله. هو بيبقى بعافيه شويه بس بعد كده بيشد لا لا حلو. مش بعافيه ولا حاجه، مش بعافيه، لا اه الحمد لله حلو. اقوم انا بالظبط. احط حاجتي في الاظرف كده واظبط نفسي. وبعدين خلي بالك انت كده بتاخدي المصروف باكوين بتاع يعني حاجه تملى العين. انما لو تاخدي زي ما انت بتقول، لو سمعتي كلامك لا عارفه لا 5 ورقات ولا هديك 10 خمس. ورقات اه بالظبط. لا ما ينفعش. ايه ده؟ 10 ورقات ازاي؟ انت مش بتقول الدولار ب 15؟ مش عارف بكام بالظبط، مش متابع سعره بصراحه، مش متابع سعر الدولار انت يعني. شكلك بتضحك عليا. هو يعني في الرينج ده بالظبط. لا 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 لا، انت عمال تضحك اهو وتتريق. ليه 5 ورقات يعني، يا دوبك هتاخدي 5 ورقات فيك تقريبا قصدك يعني. ايه؟ تقريبا يعني. لا 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 لا، في حاجه مش طبيعيه. انت تاخدي بالمصر وتحمد ربنا. اه الحمد لله. رضا. بالظبط. ولو سمعت كلمه دولار في البيت دي تاني، وبعد اقول لك انا حاجه، لو الفيسبوك والحاجات دي هتخليك تقولي دولار ومش دولار، انا هفصل لك النت عن البيت كله. لا لا، ده المصري جميل. ايوه. تفصل النت. ده عملة المصري، ده انت بص كده، ده بيقولوا بعد سنة ولا حاجة الجنيه المصري هيبقى ب5 دولار. ان شاء اه ان تفصل شاء النت. الله ان شاء الله نوصل لكده. دولار ايه؟ احنا ما عندناش دولار هنا. هنوصل لكده ان شاء الله. اه احنا ما عندناش دولار تفصل النت. ان شاء الله هنوصل لكده. هو ده اللي ناقص. يمكن كمان الدولار يبقى بجنيه. قول يا رب بس. اه وتصلحها نيتك لله. الحمد اما لله يا كل رب. الناس تقول لك انا عايز المصروف الحمد لله بالدولار. يا رب، اشكرك واشكر فضلك. بس. يلا عايز حاجه تاني؟ لا شكرا. يلا امتك على الله اشوف شغلي بقى.